إذا حبيبك خانك لا تعملي مثله وتروحي تصيعي مع الشباب، وإذا حبيبتك خانتك لا تروحي تعلق بنت ما دخلها بشي بس كرمال تنتقم. انت بنت وصار عمرك كبير ورفقاتك اتجوزوا وانت لا، رح قلك شي لا تصيري عاهرة كرمال انه ما تزوجتي، لان ربنا اله حكمة من ورا هالشي. عندك اخت، عندك ام، لا تقلي ما عندك، واذا ما عندك فرح يصير عندك زوجة، فخاف على بنات الناس مثل ما بتخاف على امك واختك ومرتك، لانه بهالحياة كما تدين تدان. نصيحة اخوية، اذا حبيت حب بصدق وكون رجال وخليها تكون بدل حبيبتك مرتك. البنت اللي بأول طلعتها مو لعبة ولا حقل تجارب لحضرة جنابك، ممكن تتركها تشوف الحياة بدون ما تتعقد من وراك ومن ورا أمثالك. والبنت المرافقة أو المخطوبة هي مو ورقة شد لحتى تتراهن أنت ورفقاتك إنه تخليها تترك حبيبها وتلحقك. والبنت المطلقة مو مستعملة مثل ما حضرتك عم تقول، هي إنسانة تحملت أبغض الحلال حتى ما تكون ذليلة. والبنت الأرملة مو لقمة سايغة لحتى تلف وتدور حواليها، عندها شرف أكتر منك، وإذا الله أخذ منها شي رح يعطيه 1000 شي بداله. والبنت اللي بتكون أخت رفيقك هي مو ملطشة لحتى تصير تقرب منك إنها تروح لعندهم وتغدر برفيقك. والبنت اللي بتقربك ومستحية إذا ما بدك إياها بالحلال حل عنها لأنه الموضوع حساس. البنات تاج عراسك أنت وياه، وإذا كتير عامل حالك بتفهم بالدين اقرأ حديث الرسول، ما أكرمهم إلا كريم وما أهانهم إلا لئيم. وقبل ما تعمل شي لبنت تذكر ابتسامة أختك الحلوة. هو صح قالك بحبك ومسك ايدك وشم ريحة شعرك وباسك ودمك، بس كمان فكري شوي بالايام اللي جاية، انه اذا يوم من الايام ما كنتوا لبعض قديش رح يكون موجع مؤلم، قديش بدك تنقهري على شغلات قدمتيها لإله تحت مسمى الحب وما نفعتك بشي، ضلت ذكرياته وخياله معك وهو راح بحر بحر، اهلك ما وافقوا عليه او خانك او اندعس ومات. ما تكوني متسرعة، طلب بوسة قليله بتبوسني قدام العالم مشان نقهر الحساد، طلب ضمة قليله بضمك بس تلبسني الخاتم قدام أهلي وأهلك، طلب بوسة مثل الأفلام قليله بعطيك إياها تحت السقف يلي بده يجمعنا بالحلال. ما تكوني متسرعة معه مشان ما تكون نتيجة غلطتك موجعة لإلك وموجعة للي رح يجي بعده، وهون انتي رح تتأكدي من حبه أو إذا كان صادق أو لا. ما رح يبين معك حبه من قوة الضمة أو من كثر البوسات، رح يبين معك حبه من كبسة جرس بيتكم وهو جاي يشوف أهلك. فكري شوي مشانك مو مشانه، وما تقولي أنا واثقة فيه وبحبه وما رح يتغير، بس تذكري سبحان مغير الأحوال.